إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله
وكمال الله وكبرياء الله وعظمة الله وقدرة الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله دائمين بدوام الله باقيين ببقاء الله في كل لمحة ونفس عدد ما أحاط به علم الله وأحصاه كتاب الله وخطه قلم الله وأحصاه كتاب الله وخطه قلم الله وخصصته إرادة الله وخصصته إرادة الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، إخواننا، ما أنتوا وحن جوجنا مناسبة وين أو قيمة هي آية لأوقالي أيان جوجنا برنامج كافتتاح أهم أيام وضع آية القرآن أيام الغفور دونا علماء أجلاء هو وين أيام يعني مواعيد جديد دونا أو مساجد افتتاحي سيكون مناسبة، لكن وحان إذن حصوصنا عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. نبينا صلى الله عليه وسلم: خير يوم مثل خير وطلعت عليه الشمس ويوم الجمعة يوم الجمعة يقوين رسميتين كاسمين وحشمه بهري تعدوني ووين وتاريخي أيام عين محايا لطبق الشيء صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم سبيله آدم يوم الجمعة وفيه تدخل الجنة مع الجمعة يا جنة بكين وفيه تخرج منها مع الجمعة يا صاحب الوقت سيدي شيخ عبد الرحيم شيخ باشا حسن محمد يوم كسويت أيوم كل وسيط وتاريخ 19 شهر رجب إن الرفض مناسبة وين وقيمها إيقاني ومتايها له وقالي أن النموف الله ويوم كاس السجن الرفض مسجد كنوعنا وحبك موسمي وتنكين الأمن أبي يوسف والإسراء وكالأمن أركين إنه الآن كيسا يوم كان وين وسيوه أيوة شيخ يوم كان جمعة القدس وهذا وقبيرا بمسجد كيسا حرمها تطبق يا لان وطن وطن الصوفية حرمتا ومؤصل كأ وطن الصوفية من قابل هذا ومعنى تبعنا جماعة البصر المنبسة وحرسين إلى شيء أين